محاولة لاحظوا التمريرة من أيمن الطائري على مستوى الجهة اليسرى. هذا بوغازير محتفظ بالكرة. بوغازير كيدخل داخل المستطيل العمليات. هذه محاولة إمكانية تمرير، محاولة دائما إمكانية تسديدة، والهدف الأول، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. رامي لقماني، فرحة كبيرة، فرحة كبيرة للجماهير المغربية الحاضرة. لاحظوا الفرحة الكبيرة ديال الجمهور المغربي. تابعنا الطريقة ديال المراوغة ديال اللاعب آدم بوغازير، كذلك التمرير. لاحظوا آدم بوغازير تمكن من التمرير. العناصر الوطني من صفوت. إذا داني الكرة في العارضة والهدف، هدف تعادل لفائدة المنتخب المصري. هدف تعادل لفائدة المنتخب المصري. لاحظوا الفرحة ديال بهذا تعديل الكفة، إذا هدف تعادل جاء من كرة ثابتة نفذت من طرف لاعب داني. لاحظوا الكرة تثبت بالعارضة، كانت صعبة، رغم انه كانت المتابعة ديال عادل علاء. وهدف تعادل لفائدة المنتخب المصري. نتابع من جديد المتابعة ديال عادل علاء. حاول لفائدة العناصر الوطنية. عند لاعب مروان بن طالب، يسدد، محاولة كرة وتغيير المسار، وبالتالي الكرة تعانق الشباك. هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. لاعب عدنان بوجوفي هو اللي لمس الكرة، بالتالي غير المسار ديالها، وانه ياخذ التقدم في هذه المباراة.